كل سؤال هتجاوبه صح هتكسب فيه 100 جنيه. السؤال الاخير السؤال الرابع عشان تاخد كل ال 300 دول وعليهم 300 كمان لازم تجاوب السؤال الرابع صح، والا يضيع عليك ال 300 الاولانيين. ايه رايك؟ موافق؟ طيب خلي الحصاله في ايدك بقى. السؤال الاولاني، انت طبعا سمعت عن حاجه اسمها الفسيفساء، سمعت عنها؟ سمعت طبعا. طيب ايه يا ترى الفسيفساء دي؟ نوع من الامراض. الفسيفساء هل هي نوع من الامراض اللي بتصيب البشرة بالفتافيس، ولا هي اكلة شعبية في الاسكيمو، ولا هي مرض بيصيب المعدة؟ الفسيفساء انت سمعت عنها طبعا. ايه بقى هي الفسيفساء دي؟ هي اكلة شعبية في اسكيمو. اكلة شعبية في الاسكيمو. برافو عليك، برافو برافو عليك. لا 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 لا، ادي اول 100 جنيه اهي. ركز اهي هنا جوه الصندوق. دلوقتي داروين اكتشف في نظرية اينشتاين عدد الشعيرات في رأس الجنين. في رأس الجنين يا ترى كم عدد الشعيرات في رأس الجنين المولود؟ هل هي 6 مليار ولا 2 مليون ولا 5000؟ ركز ركز 6 مليار ولا 2 مليون ولا لا ما حدش غششه يا جماعه، هو معلوماته كويسه، هو معلوماته كويسه. 6 مليار. كم؟ 6 مليار. برافو برافو. ما هو مش محتاج. السؤال الثالث بقى بيقول ايه هي نوع الطاقة اللي لازمه لانطلاق موتوسيكل بسرعة 5 كيلو متر في الساعة؟ أنا نوع اللي يحتاجها الموتوسيكل عشان ينطلق بسرعة 5 كيلو متر في الساعة؟ ها؟ بيمشي بطاقة ايه؟ بطاقة شمسية ولا بطاقة عائلية ولا بطاقة تموينية؟ ها؟ بطاقة تموينية ولا بطاقة شمسية ولا بطاقة عائلية؟ شمسية. الله ينور عليك انت. لا ده الراجل معلوماته صح. طيب السؤال الرابع بيقول، وهو السؤال المفتاح، بيقول ايه اللي وزنه اتقل، الفيل ولا الحصان؟ الفيل طبعا. الايه؟ الفيل طبعا. طبعا الفيل. حظك وحش معلش. لا الفيل معلش. لا يا عم. لا ايه يا عم الفيل اللي قال الفيل اتقل من الحصان. يا راجل مين قال كده؟ هو ايدك ايه دي؟ ايه الفيل اتقل. الحصان يا لا عم. الفيل يا عم. يعني عايزني انا اصدقك في الاجابه دي؟ لا سوري يا فندم. لا حظك وحش بقى. حظك وحش يا عم الفيل. بقول لك غلط. يا عم الفيل اتقل. غلط.